لما البنت اتواجهت بطريقة الطب الشرعي قالت أنا فعلا سليمة ومفيش حد فعلا لمسني. وده يخلينا نروح للقصة الحقيقية على حسب أوراق القضية. القصة بدأت وقت ما اتعرفت على جارها وحبوا بعض وطلب إنه يتجوزها، لكن أبوها رفض علشان فرق السن اللي ما بينهم. جارها ساعتها قال مفيش غير حل إحنا نقول إن أنا نمت معاكي علشان خاطر نضغط على أبوك اللي إحنا نتجوز. أبوها لما عرف الكلام ده ضربها واضطر ساعتها اللي هو يوافق إن هما يتجوزوا. ولما راحوا للمأذون ما نفعش إن هما يتجوزوا لأن هي أقل من السن القانوني. وقتها قرر أبوها إن هما يعزلوا من المكان اللي هما عايشين فيه ويروحوا يعيشوا في مكان تاني عشان خاطر ما يعرفوش يشوفوا بعض. لكن للأسف فضلوا على اتصال ببعض وفضل يزن عليها علشان خاطر يتجوزوا، يقولها إن أبوها ده واقف في سكتنا علشان خاطر نتجوز. طب الحل إيه؟ قال لها الحل إن إحنا نخلص منه، إن إحنا نقتله. وجات لهم ساعتها الفكرة إن هما يولعوا فيه وقالها على المكان اللي هي تجيب منه البنزين. وفعلا في يوم وهو نايم رشت عليه البنزين. اللي حظها الوحش اللي هي نسيت الولاعة فراحت جابتها من الجيران وولعت فيه. وقتها الجيران حسوا بالحقيقة، ساعتها قبضوا عليها. البنت دي اتحكم عليها بحكم إيداع إن هي أقل من 15 سنة وإنها كمان ملهاش أسرة بره ينفع تراعيها. قصة البنت دي نتيجة لتفكك أسري. بنت افتقدت لحنان أمها إن هي تكون جنبها وللأسف لقيتها مع حد تاني. أطفالها في السن ده أكتر وقت يكونوا محتاجين للأب والأم يكونوا جنبهم يخافوا عليهم ويرعوهم علشان ما يحصل لهمش زي ما حصل للبنت دي.